صحيح. ده في مرة من المرات زوجة قالت لزوجها بغضب الأطفال كده: أنت ما بتحبنيش. قال لها: هو أنت عارفة يعني إيه الحب؟ قالت له: ما ترد على نفسك، قول لي أنت السؤال ده. مسك إيديها كده وقال لها: الحب أن أخاف الله فيك، أن أخشى عليك من نار جهنم، أن أفكرك دايما بالصلاة والصوم، مش ان انا اقعد معاك على السوشيال ميديا وان احنا نضيع وقتنا في حاجات ملهاش اي 30 لازمه، قراءة القرآن وقيام الليل. الحب ان تكوني حور مقصورات في الخيام فلا يلمح طرفك غيري، فاعشقك كونك حوريتي وملاكي وحدي. الحب الا اقسى عليك الا انك تفعلي حاجه غضبت ربنا منك. ان انا ما اكتفيش بالعيش معاكي في الدنيا وبس، هكتفي بالدنيا والاخره. ادعو الله ان نكون معا في جنة عالية قطوفها دانية. فسامحيني يا قرة عيني على تقصيري معك، سامحيني يا ملاكي إذا ذل لساني، فأنا آسف، فالله يشهد على ما في قلبي لك، فهل بعد كل هذا تقولين أني لا أحبك؟ وفي الختام نصيحة لكل زوج ونصيحة لكل زوجة. كل زوج سيبك بقى من الصوت الشتوي والصوت الصيفي، انت مالكش دعوة، انت ليك حاجة واحدة بس: رفقا بالقوارير. ونصيحة برضه لكل زوجة: اتقي الله في زوجك، وانت اتقي الله في زوجتك.